هلا حبايب، اليوم وصفتنا مكعبات الدجاج ضمن الكيتو كلاسيك. وصفة لذيذة وسهلة وسريعة ومكونات بسيطة جدا. أتمنى تجربوها وتعجبكم. بس قبل ما نبدي بالوصفة لا تنسون الاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد وأول بأول. أول شي نبدي على نار عالية، نخلي زيت زيتون الخاص بالطبخ، ونضيف عليه صدور دجاج مقطعة على شكل مكعبات، ويقلب إلى أن يتغير لونه إلى الأبيض مثل ما تشوفون بالفيديو. ومن يتغير لونه نضيف له قليل من الكركم، ونشوفه لحد ما ينشف مي الدجاج. نضيف له ملح وفلفل أسود وبابريكا وقليل من الكاري، ونستمر بالتقليب. ثم نضيف له قليل من الماء، يقلب قليلا، ثم نضيف قليل من ورق الغار وأعواد القرفة. بعدها يغطى ويترك حتى ينشف. حاليا صار جاهز للتقديم، وإن شاء الله يا رب يعجبكم وألف عافية. وأشوفكم قريبا في فيديو جديد ووصفة جديدة. انتظروني. باي.